بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده افطار وقفة يوم عرفات. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، وسيد الامان دي يا رب نكون كلنا ان شاء الله كده على جبل عرفات. آه يا رب ينولها كل مشتاق ان شاء الله، ويكرم جميع العالم ان شاء الله بالحجة وان شاء الله الكبير ووقفة عرفات وزار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى كده يا رب كده كل اللي نفسه بحاجة ربنا يحققها له. النهاردة وقفة عرفات، الدعوة مستجابي. فاللي عاوز يدعي ان شاء الله كده الدعوة مستجاب من يوم في الظهر، يعني من بعد صلاة الظهر ان شاء الله علينا وعليكم بخير. يا رب كده كل واحد كده نفسه في حاجة ربنا ينولها له. وان شاء الله يا رب كده اللي يعلم الأولاد كده التعليم العالي، واللي في ثانوية عامة كده يا رب، ومن ضمنهم بنت إن شاء الله ينجحوا إن شاء الله ويقفلوا ويجيبوا امتياز يا رب، ويدعوا لطلاب تالتة ثانوي. لأن انتوا عارفين امتحانهم على الأبواب، وأنا بنتي معاهم برضو، ربنا يكرمهم إن شاء الله كلهم يا رب، أولاد العالم أجمعين مسلمين ومسيحيين إن شاء الله، إنهم يكرمهم إن شاء الله بالنجاح والتفوق وجلالة الامتياز ان شاء الله. قلت اعمل معكم النهارده افطار وقفة يوم عرفات. كل سنة وانتم طيبين، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وربنا يجبر بخواطرنا وخواطركم، واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. جبت بطة زي ما انتم عارفين، بس مش انا والله اللي نظفتها، الفرارجي هو اللي نظفها، يعني ريشها لي. كنت عاوزة اخليها حية، بس يعني اخليها على قدرتي ما قطعهاش ولا حاجة، بس هو قطعها وجي ملح خشن. هغسلها بيه غسلة زيني، وما كانش الحمد لله يعني ما كانش عندي دقيق، فغسلتها بالملح الخشن والليمون غسلة زينة بعدلها كده زي ما انتوا شايفين. معلش ان انا مسرع معاكم الفيديو، يعني عشان الفيديو طويل. اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، ويا رب كل يخش على قناتي ويشترك في القناة، يجعل له من كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه ان شاء الله، والحاجات دي لازم نحشوها اللي في القلب. واتمنى كده الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. ولازم البط نغسلوه غسله كويسة، واي طيور بهنيها لازم نغسلوها برضه غسله زينه كده. وهنا بعد ما غسلتها المية فارت، وهنزل بيها في الشوربة عشان تغلي. وكان دلوقتي كانت الساعة 1 هي اللي انا حطيت فيها قدامكم البطة، كانت الساعة 1. على ما اشتغلت في المحشي والحاجات داي، انت جبت بصل وورق لورا وبهارات فراخ وملح وحطيتهم في الشوربة. هنا راح اقطع الطماطم معاكم اللي هي خلطة المحشي. هشتغل دلوقتي على بال ما خلصت المحشي وكل حاجة. كانت الساعة 4 4:30، فخليتهم يعني ما حطيتهمش من اول ما خلصت، ما عملتهمش ولا حاجة، لا خليتهم الساعة 5 وحاجة كده. حطيت المحشي على البوتاجاز، وحطيت سنة الرقاق في الفرن، والحمد لله. دلوقتي بخلط بصلتين كبار للمحشي، هعملهم في الكبة قدامكم ومعاكم اديني زي ما انا معوداكم في الفيديوهات بتاعتي، ان كل حاجة قدامكم عشان تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله. واتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وحطوا اللايك. ويا رب كل اللي يشترك في قناتي يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه. النهاردة وقفة عرفات، الدعوة مستجابي. يا رب تنول الدعوة ده كده يا رب لكل أولاد العالم أجمعين. مش هقول لكم كل اللي يخش قناة، لكل أولاد العالم أجمعين. هناتي البطة بعد ما ابتدت تغلي، بس أنا غلط، قولوا لي الغلط فيها إن أنا حطيت البهارات والورق اللورا. المفروض كنت خليتها الأول غلت وطلعت الريمة بتاعتي وكبيت الريمي، وبعد كده كنت حطيت لها بهاراتها. فانتوا ما تكررها زيي، بس انا على طول ما غلط فيها الغلطة دي. فان شاء الله من هنا ورايح لو افتكرت باذن الله راح احط الورق اللورا والملح والبهارات بعد ما اقشط الريمة. هناتي جيت معاكم حطيت الحلة على البوتاجاز وحطيت لها شوية زيت معذرة، وحطيت البصلات دي لو قرنين فلفل من اللي هو الفلفل اللي ما يبقى احمر ديتي،
هم لسه قاطعينهم الشجرة دول خاضر، حطيت قرنين بس عشان هي جوزي ما يلحش الحرقان، عشان زي ما انتوا عارفين هو مش بيحب الحاجة الحراقة ابدا، يعني الحاجة الحراقة دي عدوته. وهنيتي بنت اللي يبارك لي فيها هي اللي في تالتة ثانوي، ودي ربنا يكرمها يا رب ويجبر بخاطرها وخاطرها ان شاء الله في امتحانات تالتة ثانوي وتنجح وتجيب امتياز يا رب. هي دي اللي بتخطط لي الشباتات والكزبرة. بصراحة يا رب يجبر بخاطرها يا رب وينجحها كده هي وتطلع من المتفوقين ان شاء الله. وهي بس ساعدني على طول في كل فيديوهاتي زي ما انتوا بتشوفوها، وهنا هوريكم اللي جبته. فانا بصراحة ما وريت لكمش ولا البرتقال ولا وريت لكم البطاطس ولا وريت لكم الطماطم، ما وريت لكمش غير دول. مش عارفة العيال عاطون فضون في التلاجة فما عليها. ده ملوخي ودي ورق عنب. ورق العنب دول مشتريناهم ب15 جنيه، مش عارفة ب15 ولا ب20. والخضرة ب5 جنيه، ربطة كزبرة وربطة شبات، بس دول ب5 جنيه الحمد لله. والفلفل دولي ب20، والبتنجانات ب20 دولي. والكاسات ب15، 6 كاسات كانوا ولا 7 ب15 جنيه الحمد لله. والشط ده، الشط الغليظة تحت الفلفل ده برضك مش عارفة ب20 ولا ب30. والبتنجان دول زي ما انا قلت لكم ب20. هنعمل النهاردة محشي ان شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا يسمرا وحطوا اللايك. يا رب يجبر بخاطركم كل اللي يحط لي لايك ويعمل لي اشتراك ويعمل مشاهدة يجعل الفرح قدامه والسعادة قدامه ويكرم كل اللي نفسه فيه ربنا يحققه له يا رب. هنا طلعت قدامكم كل حاجة عشان اوريها لكم. ورق العنب راح اغسله برضه معاكم وهحطه في الحلة على البوتاجاز. وهنا بقطع البتنجان عشان ايه نشتغل نقوروا فيه على طول. شايفين ما شاء الله كل حاجة. هنا دي لقيتها كبيرة بصراحة وكبيرة قوي كده، رحت قطعت على حتتين. وده كذلك الامر. والفلفل دي بقوره معاكم. اللي عاوزة يا جماعة تتفسي الفلفل اللي تحت وتطلعها كده بصباعها تتفسي، بس انا بخاف الصباع يتبهدل مني، ما احبش الحاجة تتبهدل بصراحة، لان عيالي ايوه اللي عاوز يتفسها زي كده هو يتفسي. انا ما شايفين حسيت القرن تتبهدل مني، فلا اللي ضريان يتفسها بصباعه كده. هي حلوة وسهلة بصراحة بدل من السكين يعملها. شايفين ما شاء الله طريقة سهلة وعبقرية وبتنجز بسرعة بدل السكين. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. وهنيتي الكوسة راح أعملها معاكم برضه قطعها عشان أغسلها وأقورها على طول وأعمل كل حاجة قدامكم على طول بسرعة، عشان زي ما انتوا عارفين الوقت بيعدي. وبعد ما حضرت دي كل حاجة زعلت بصراحة. قولوا لي اللي زعلك كده. جوزي ما فطرش معايا اللي يخليه، زعلت عليه. طب يا رب هيفطريه مش هفطريه؟ قال هشتري جبنه. كيف هتشتري جبنه؟ ابوي يفطر معانا واتصل بيهم قول لهم طب افطر واجي. قال ولا قايل ولا عاي. فالحمد لله. هنيتي بوريكم انه جاب لي كيسين مكرونه قلم برضو، وكيس راز، وكيس شعري، وب10 جنيه لسان عصفورها، و2 سكر وبكوشة. يا رب يخليهولي يا رب يدي صحته ويسعده يا رب سعادة الضيران جوزي. انا بصراحة معايا اخواتي الحمد لله ربي يخلوني، بس مش زي جوزي. يعني انا لما عاوز حاجة اقدرش اقول لاخويا هات لي حاجة، اقول لجوزي. فربنا يخلي لكل واحدة جوزي ويخلي كل واحدة راجلها، وما تشوفش ابدا في حاجة وحشة يا رب. هناتي بوريهم لكم. وهناك بسم الله ما شاء الله وريت لكم كل حاجة قدامكم. ديني دي يا بنتي اللي بتكور الكوسي قالت لي يا ماما معلش دي باظت مني انت كمليهم. قلت لها معلش بيها اللي تبوظ منك، مع ان هي ما شاء الله شطورة جوه في المطبخ والحمد لله. بس وهناتي لو كان تعمليها عادة بالمقوار بتاعك تشردها كده عسل برضو. لو كان عندك سكينة من اللي هي مشرشرة برضو اعملي بيه. فهناتي معلهش التصوير مش مبينها قوي، معلهش يعني. بس لو كان عندك سكينة مشرشرة ولا حاجة شرشريها انت بيه. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم، تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا وتحطوا اللايك
هناتي برضك قدامكم اديني بغسل العنب، ورق العنب هو لازم تغسليه غسلة زينة كده عشان ما يبقاش فيه شوايب ولا حاجة. هناتي المية بتاعت الصنبل والرق لما تغلي حطيت لها ملح، وحطيت لها بصراحة ما كانش عندي كمون، حطيت لها فلفل. فالحمد لله اديني صمتهم، وهقطع الزرار بتاعتهم ده برضو اخليهم يهودوا كده من بعد الصمت ان شاء الله من هنا، واقطع الزرار بتاعتهم ده واشتغل لفه معاكم في كل حاجه، وكل حاجه هتبقى قدامكم ان شاء الله. قلت اطلع الهنيات ده لوحدهم عشان الشوربه غلت، فقلت ايه اشتغل بعد كده معاكم. هناتي البصله حمرت، فقلت ايه يا باشي اللهم صل على سيدنا محمد. النبي العيال واكلين المخ خلوني بدل ما اقول اللهم صل على سيدنا محمد، قلت يا باشي الحمد لله. البصلة حمرت وخدت لون معايا، وديني نزلت بقى بصلصة الطماطم وهتغلي مع بعضها كده، وهنسيبها تتسبك كويس. شايفين ما شاء الله بعد ما اتسبكت بألف هنا وشفي. دلوقتي راح اطلع الفرخ البطة معاكم، وبعد كده ان شاء الله ايه البطة ما شاء الله استوت. مش يعني لازم تخليها تطيب كويس كده عشان جوزي كده ما يقولكش ده. انا بصراحة جوزي لو لقي الحاجة مش مستوي اقول له مع ان الحاجة اللي ناقصة غلوتيا هي اللي فيها الغوز، يقول لي لا انا دروسي ما فينيش ومش مقدر انطق جامد، فيقول لك لازم تطيبها كويس. في المكنسة زي ما انتوا شايفينها متفصصة ازاي من عظمها، ادوبها حاملة المسكي، ادوبها حاملة المسكي. الحمد لله يعني. هنتي بطلعها قدامكم البطة يعني، شايفين ما شاء الله مستوية جدا مستوية جدا زي ما انتوا شايفين. وهنيتي جبت كيلو رز وهحطه في الطاوة او الصينية على حسب ما تقولوا انت. هنزل بيه كله، هغسله برضو غسلة زاني. هاخده على الحنفية اديله غسلة زانة كده وامرغ مرغة زانة عشان النشا اللي فيه. وده بصلة راح احطها، البصلة لما تحطوا بصل لما ني 3 غليات توم تحطوهم على المحشي، يعني بعد ما احنا طيبنا لها تسبيكة وكل حاجة، دول اضافيين. اللي عاوز يحطها يحطها، اللي مش عاوز يحطهم ما يحطهاش. 3 غليات توم كبار زي ما انتوا شفتوهم، وبصلة واحدة. تقلبوهم مع الرز وتقلبوهم مع الملح وتقلبوهم قلبة زين ما يخلوا طعم المحشي، جميع انواع المحشي. والله العظيم والله العظيم. ده بهارات فراخ وده فلفل، وحطيت بهارات فراخ وحطيت فلفل وحطيت ملح معاهم، وبقلبهم مع البصل والثوم والرز وده الخضرة. شايفين ما شاء الله. هقلبهم كلهم مع بعض وندلها بالصلصة اللي سبكناها مع بعض، واشتغل هي معاكم ملفة في الفلفل والكوسي والباذنجان الابيض وورق العنب. وبألف هنا وشفا ان شاء الله، يا رب يكون صوما مقبولا وافطارا شهيا، وعقبال كده ما يرزقنا يا رب جميعا على وقفة جبل عرفات ان شاء الله. يا رب يا رب تنولها لنا، وكل واحد ينول له اللي نفسه فيه. واتمنى كده الفيديو يعجبكم ونور رضاكم باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وحطوا اللايك. واتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. وهنيتي بحشي معاكم الفلفل. شايفين ما شاء الله التسبيكي والريحة بتاعتها ما شاء الله تشهد شهي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله، وصوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. هنيتي راح احشي معاكم المحشي كله. ده محشي بتنجان ابيض، وده كوسي، لانه والله تعبت في الفيديو دي، ومعايا بنتي الصغيرة تعبانة جدا معاي، وتقول لي ادعوا لها ربنا يشفيها. وكشفت لها ولد امبارح، والاسبوعين اللي فات عملت لها التحاليل، بس للاسف الدكتور ما جاش، فكشفت عند دكتور تاني. فما رضيتش اوريله التحاليل، قلت لما يجي الدكتور اللي هو طلب منها التحاليل دي تاي عشان ايه هو بيعرف هنيتي بقى تحت ضمضامة وبصلاية عشان نحط محشية ورق العنب، وهحط ليموني، مش هحط ليمونة كاملة عشان ايه معايا عيالي مش بيقدروا، واحدة بس هي اللي بتحبه والباقيين مش بيقدروا عليه جوه. ممكن يطلعوا ورق العنب من برا الورق وياكلوا الرز. فالحمد لله يعني الواحد يقول الحمد لله. وادعوا البت اللي يخليكم ان ربنا يشفيها ويطلع لها.
وجسمها ضعيف جدا، وعلى طول تقول لي يا ماما مخي ما يغزغز فاي، بطني ما تغزغز فاي. لما كشفت لها عند الدكتور قال لي فيها مكروب. وبعد قال لي وان شاء الله وبعد العيد نبقى نعملها شويه تحاليل. مرضتش انا اقول له انا عامله تحاليل عشان هي خلتها للدكتور اللي هو قال لي لازم نعملها تحاليل، وعملها تحاليل كامله. والحمد لله. هني بوريكم ورق العنب ان شاء الله كده ما شاء الله عليه، بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهنا شايفين ما شاء الله. انا هوريكم ان شاء الله يعني بدايتي واحده واحده، وبعد كده هقفل الكاميرا، بس انا وريت لكم الفكره. هناتي هنعملوا صينيه رقاق بالفراخ. شايفين بعد ما خلصنا المحشي دلوقتي هنشتغلوا فيها في صينيه الرقاق. شايفين ما شاء الله الفراخ هنقطعها قطع صغيرة كديتا. اللي عاوزين تعملوها باللحمة مفرومة اعملوها، عاوزين تعملوها بالكبد والقوانص اعملوها، عاوزين تعملوها بميكس جبن اعملوها. بألف هنا وشفا. الرقاق دي ما ينفع مع اي حاجة بصراحة، والطعم بتاعها كان بصراحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى كده تجربوها وتقولوا رأيكم. وبشكر متابعيني اللي معايا. اتمنى عيلتي اللي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله، واتمنى قناتي برضك تكبر بيكم ومعاكم. ويا رب كل اللي عمل لي مشاهدة ومشاركة ولايك وكومنت حلو يجعل له من كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث يحتسب، ويجعل الفرح قدام والسعادة خدام ان شاء الله. هنا بعد ما خلصت الفراخات قطعتهم. هقطع البصلة. عاوزة تعمليها في الكبة بس ما تضربهاش جوا اعمليها. عاوزة تقطعيها مكعبات تقطعيها براحتك انت على حسب ما انت بتحبي بصراحة. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وصينية الرقاق ده كان طعمه في حتة تاني. ما شاء الله عليها، كان الطعم تحفة. وبصراحة عيالي كلهم انبسطوا، ولجرد قالوا الأكل ما شاء الله وريحة المحشي في حتة تاني. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. معلش ده بنت الصغيرة ده يردعوا لها ربنا يهديه، لأنها عكيسة جدا ومخها ناشف ناشف، فربنا يهديها ويصلح بحالها إن شاء الله. شايفين معاكم البصلة ما شاء الله كده أنا مقطعها مكعبات يعني. فبراحتكم. أنا قلت لكم لو عايزين تعملوها في الكبة بس ما يكونش فرف مناعم ما يكونش فرم مناعم اعملوها. لو عايزين تعملوها زي ما انا عاملاها كده اعملوها. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، مطرح ما يسري يمر ان شاء الله. ما تنسوش الله يبارك لكم تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك. واتمنى كده لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى الفيديو يعجبكم انه رضاكم. هنا خلصت قطع البصل وحانزل بيه في الطبق. ما عليهش بنت الصغيرة شغالة ترفع وتحطها في الطبق. وهنا لازم تقطع الفلفل اللي هتحطيه برضو في صينية الرقاق. والصينية الرقاق ده كان طعمها بسم الله ما شاء الله فوق الخيال، لجرد ان العيال كل واحد مقدرش يخلص القطعة بتاعته، كل اللي اخد له قطمة منها والتاني سابها زي ما هي قاعدة في الطبق. يا ماما خليها لما ان شاء الله شوية كده تكون بطن خفت باكل. قلت لهم ماشي، حطوها في الطبق وقت ما تعوزوها ابقوا سخنوها واكلوها. قالوا لا مش هنسخنوها هناكلوها على كده. قلت لهم براحتكم، هو الجو حر بس ما تحطهاش في التلاجة، ما لو كنت هتاكلوها يعني مش هتعوقوا عليه. هنا خلصت قطيع الفلفل معاكم اهو شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنا دي جبت طمطيع وهقطعهم برضو واحطهم عليهم. وبألف هنا وشفا. اللي معاوز يحط طمطمتين ما يحطهمش. هتقولي لي عشان برضو تقولي تحسنها طرية ولا حاجة، بس والله هي ما كانت طرية ولا حاجة، بالعكس كانت مقرمشة وطعمها فوق الخيال. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك. ويا رب يرزقنا كلنا كده بزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والنهاردة الدعوة كانت يا ربي كل واحد يقبل ربنا دعوته إن شاء الله، كل واحد يحقق له اللي نفسه فيه.
وادعي بالله عليكم يا طلاب تالتة ثانوي، لان انا برضك بنتي من ضمنهم ان شاء الله، ربنا يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله. معلهش يعني لو الفيديو طول عليكم معلهش يعني اعذروني. هنا بتطوق فيها شوية زيت وسمن، ونزلت بالفراخات ده بهارات فراخ، واللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الفراخات وحطيت بعد كده البهارات، عدينا نقول لك ده فلفل اسود، فلفل اسمر على حسب ما تقولوا، فلفل اسود او فلفل اسمر. ونزلت بالملح بعد كده، وهديلهم تشويحة كده مع بعضهم. شايفين ما شاء الله الريحة، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. وهنا جبت بعد ما الفراخ خدت لها تشويحتين مع البهارات وكل حاجة، نزلت بالبصل عليه وهديلها برضو تشويحتين 3 كده، وأنزل بالفلفل. يا رب الفيديو يعجبكم وينول رضاكم إن شاء الله. وهنا حطيت الفلفل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. برضو الخلطة ريحتي يعني بألف هنا وشفي، مش هقول لكم غير في ألف هنا وشفي، وبسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. هنا بوريكم من شايفين. هنا نزلت بالطماطم معاكم، ف لا عايزين تحطوا طماطم زي ما انا قلت لكم حطوا، مش عايزين تحطوا ما تحطوش براحتكم، دي حاجه ترجع لكم انتوا. بس هي بتخليها الطماطم كده حلوه كده، والله مش بتخليها يعني طريه ولا حاجه، ده هي بالعكس كانت مقرمشي. وهنا اخدت شويه شوربه من حله شوربه البط، وهنعمل سنة الرقاق قدامكم مع بعض زي ما انا معوداكم. نمشي كل هنية خطوة خطوة. دهنت الصينية اهي، شايفين ما شاء الله. هنا بنتي اللي قالت انا اسقيها لك يا ماما، قلت لها اروح انا بصراحة مش قادرة اوقف تاني، فهي اللي بتسقيها وهتعملها هي سنة الرقاق. وبالنسبة للرقاق دي الفيديو بتاعي هينزل لكم عشان انا عملته في البيت، وهنزل لكم الفيديو ان شاء الله. ويا رب يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. هنا بعد ما شربناها من الشوربة، زي ما انتم عارفين شوربة البط اللي يعلى عليه. شايفين ما شاء الله الرقاق ده انا عاملاه في البيت زي ما انا قلت لكم. ما يعملش حاجة لو اتكسر ولا حاجة عادي كله ايه، اهم حاجة يبقى هي الصينية صغيرة عليها حسها يعني، بس انا معايا صواني تاني ما يعملش حاجة. المهم هي طلعت مورقة وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. لازم كل ما تحطي طبقة كده تدهنيها ايه سمن زيت اللي انت عاوزاه. ديتي سمن مش عارفة بنتي حطالها سمن بس ولا سمن وزيت. الأنبوبة خلصت على دقها الرقاقة ده، فكملناها على البوتاجاز، لكن الباقي كله الرقاق عملناها في الفرن الحمد لله، فرن البوتاجاز يعني. ده قعدت حتة عجينة صغيرة راحت خلصت عليه، راحت بنتي قالت طيبها على البوتاجاز وما تنفع، قلت لها ما تنفع، حط صينية بسبوسة وخلاها تسخن حطها فيه. شايفين ما يعملش حاجة، انا قلت لكم ولا اتكسرت ولا حاجة، طول ما هي مسقية كويس ومعمولة. وشوف ما شاء الله انا مخليها محمرة في الفرن زي ما انتوا عارفين. انا عملت في البيت الرقاق دي، وهنزلكم الفيديو بتاعه برضو. واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، ونحطوا اللايك. هنا الرقاق بصراحة طلعت كبيرة على الصينية فكسرناها، والمهم في الاخر طلعت ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. لو كانت في واحدة ناشفة ولا حاجة حطولهاش الشوربة عادة، مش هتعمل ولا حاجة. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ولازم كل ما تحطوا ورقة لازم تدهنوها سمن عشان تبقى مورقة معاكم وتبقى ما شاء الله عليه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. هناك حنزل بالخليط، لازم تحط نص كمية الرقاق وتخلي النص التاني بعد ما تحط الخليط بتاعها. وبألف هنا وشفا ان شاء الله. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين ما شاء الله. ما حبيتش اعملها بصراحة اسمه
اللحمة المفرومة دي ما بحبهاش غير لما اكون انا فرمها على يدي في البيت في الكبة. فالحمد لله يعني الواحد لو ما عندوش لحمة يعني يفط على القصب يكسرها، لا، اللي عندك يا حبيبتي مشي بيتك بيه. اللي يقول الواحد لازم يقول الحمد لله على الكثير وعلى القليل. فانا الحمد لله كان عندي انا طابخة بط وعندي فراخ، حطيت لها فراخ، ما مش لازم اروح اجيب لي طبق لحمة مفروم يعني، وأني مش عارفاه، واقسم بالله ما عارفاه اصلا بكام طبق اللحمة المفروم. ومش لازم تكلفي نفسك ولا تكلفي جوزك، اللي عندك اشتغلي بيه، مش هتمنع ولا تقول لا. فيا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله كده. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى فيديوهاتي تعجبكم. ونيتي هقطع سنة الرقاق قدامكم عشان لما تطلع من الفرن ما تغلبنيش، معلهش يعني، بصراحة يعني بتغلبني لما اجي اعملها صينية الرقاق ده، مش عارفة ليه كده. مع ان السكينة يكون تاني عشان سكاكيني بصراحة الحمد لله المر زبنهولي، وبسنهم على المسن برضه هيهم، مش عارفة ليه كده، من النوع اللي مش هو اللي مش نظيف ديتك. فقلت ان شاء الله لما يكرمني كده وقناتي تكبر واقبض ان شاء الله مني، ابى اجيب لي قناة من اللي هو على امازون ده السكينة دلوقتي معدية مبلغ، فالمعحوش يعني يجيب السكينة يعمل ايه. المثل لما يقولك اتجمز بالجميز لما يأتيك التين، كانت تقولها ستي زمان الله يرحمها. فمش لازم تكلف نفسك في كل حاجة، اشتغلي باللي عندك، ولما يعدلها ربنا نجيبه الجديد ونجيبه الزيع. بس يا رب كده ان شاء الله قدرتي يفرجها علينا وعلى كل من داب، وفك كربنا وكرب كل من داب، ويكرم كل واحد بزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزار جبل عرفات. اللهم امين يا رب العالمين. هنا انتوا شايفين ما شاء الله المحشي بعد ما خلصته، شايفين بألف انا وشفا، وورق العنب بألف انا وشفا برضو. هحط لهم مكعبة، مش هحطها لهم كاملة، هحطها باب بس عشان لان ما شاء الله شربة البط ده ما عاوزاش لا مكعب ولا حاجة. بس بنتي قالت لي حطي لها بابا عشان هي تزود الحلا كده. قلت لها ماما حلوة، قالت لي لا حطي لها بابا. قلت لها ماشي. حطيت نص المكعبة، سبت نص المكعبة التاني مش عارفة حطيته لسان العصفور ولا ما حطيتلهوش. شايفين ما شاء الله المحشي بيتكلم عن نفسه. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وشايفين ورق العنب ان شاء الله مرصوص الواحدة بوحدتها بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهنا راح اغطيهم واسيبهم، اول ما ياخدون غلوتين ثلاثة راح اهدي النار عليه. وهناتي راح اطش معاكم كيس ملوخي زي ما انا وريتلكم برضو في التسويقي. كيس الملوخي ده جايبينه ب40 جنيه. مش عارفة انا لو هني كان جبنا ملوخي طازة احسن من كده. فما عليهش يعني. هناتي حطيت حلة الشوربة، وحطيت جنبيها الطاوة، قلت على بال ما الحلة دي تغلى. هنا شايفين كيس الملوخي ما شاء الله، سبت لحد ما افكن وكل حاجة. وهنا راح انزل بيه في الشوربة. والف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله لون الملوخي، والف هنا وشفا علينا. طب والله التصوير ظلمها، ده هي في الحقيقي تحفة تحفة تحفة، والطعم برضك ما شاء الله عليه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. واتمنى يا رب فيديوهاتي تعجبكم وتنول رضاكم. وهناك نزلت بالتومة في الطاوة برضو، قلت عبال ما الملوخية تغلي تكون التومة صفرت واخدت لون. وما تنسوش تنتي لو وصلتم على هدينا اقول لكم اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وحطوا اللايك. واتمنى الفيديو يعجبكم وينول رضاكم باذن الله. شايفين ما شاء الله الملوخية اول مرة التصوير يظلمها كده. الحلة دي بصراحة ندمت اني عملت فيها لسان عصفور، اتحرقت كده وبقت بالمعلقة بالغصب ما تمشي فيه. فقلت يلا التعليم مش ببلاش، فاللي عنده حلل زي كده اللي هي الزرقة ده ومن جوه قعرتها بيضة ما يعملش فيها لما تتحرق منه، يسيبها مثلا لسلق بطاطس لسلق بياض. فالحمد لله.
وما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا لايك، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.